الكل بيحب الترشي خصوصا في رمضان. هنعمل تشكيلة من الترشي في البيت بطريقة ممتازة. وكمان هنعمل مية الترشي اللي احنا بنجيبها من عند الراجل الترشاجي اللي كلنا بنحبها، وهنعمله بطريقة سهلة جدا. تابعي معايا الفيديو عشان تشوفي الطريقة وتشوفي انا عملت المية الجميلة اللي شايفاها قدامك دي ازاي. اول حاجة انا جبت هنا لفت، وجبت الجزر، وجبت قرنبيط، وجبت كمان فلفل. انا قطعت الحاجات كلها بالطريقه دي. انت تقطعي بالطريقه اللي عايزه بشكل طولي او عايزه بشكل مكعبات صغيره زي ما انا عاملاها كده، بس انا وولادي بنحب المكعبات المخلل بالطريقه دي. اللي بيحب المخلل بالطريقه دي زي كده يكتب لي في الكومنتات ان هو بيحب الطريقه دي او بيحب ياكل المخلل باي طريقه. والقرنبيط طبعا كل الحاجات دي مغسوله كويس قوي بالفرشه واتقطعت واتغسلت. والقرنبيط اتقطع بالشكل ده، انا ما بسلقهوش خالص ولا بعمل فيه اي حاجه نهائيا. تمام. انا كده خلصت كل الحاجات اللي عايزه تتقطع، قطعتها بالشكل ده. انت قطعي بالشكل اللي يعجبك. جبت بقى كل المقادير بعد ما خلصتها، كل الحاجات فوق بعضها، الجزر على اللفت على القرنبيط على الفلفل الحامي. وبعد كده هبدأ احط التوابل بتاعتي عليه. انا احط توابل على المخلل. ايوه نحط توابل، هي دي تديكي تيست حلو جدا 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 للمخلل بتاعي. اول حاجه انا عندي حبه البركه. عندي لو عندك عصفر كمان حطي، انا ما كانش عندي عصفر فما حطيتش. هحط كمان معلقه كمون صغيره اللي هي بتاعه التوابل. تمام. معلقه كمون صغيره، معلقه كزبره صغيره، معلقه حبه البركه، معلقه بابريكا، معلقه بابريكا كبيره. ماشي، بابريكا كبيره. لو عايزه تحطي شطه ممكن تحطي شطه، بس انا مستكفيه بالفلفل ده، هو هيديله يعني ايه تست حلو. بس كده. هنيجي بقى هنا في الخلاط، انا حطيت هنا 3 قرون فلفل احمر رومي. لو انت عايزه تحطي سبايسي براحتك. وبعد كده كمان عندي واحده بنجر صغيره، انا حطيتها على النار اسلقها. وهاخدها دلوقتي بالميه بتاعتها واحطها في قلب الخلاط عادي وهي سخنه مفيش مشكله، وهضربهم مع بعض. انا لما ضربتهم مع بعض حسيت ان اللون بتاعهم، انا بوريكي هنا القطاعه دي هي اللي انا بقطع بيها المخلل وبقطع بيها اي حاجه. حسيت ان اللون مش زي ما انا عايزاه، فزودت كمان بنجر تاني بس مش مسلوق. تمام، يعني انت ممكن تحطيه مسلوق او مش مسلوق. بس وزودت الميه. لكل لتر ميه هتحطيه على المخلل دي 4 معالق ملح، لكل لتر ميه 4 معالق ملح. تمام تمام. انا مش هزود هنا خل علشان انا سايبه المخلل ده لسه هيقعد لغايه رمضان، فانا مش عايزاه يتهري ولا يبوظ. ليه احنا ما حطيناش خيار؟ عشان الخيار بيستوي بسرعه، فمش هينفع نحط خيار مع التشكيله دي. فالخيار ممكن تخليه لوحده بس قبل رمضان بفتره بسيطه علشان ما بياخدش وقت، فانا هخليه معاكم برده ان شاء الله واوريهولكم بيتعمل ازاي. شايفين؟ انا بوريكي هنا الميه بتاعه الترشي قد ايه هي جميله ولونها حلو جدا. طبعا لو انت مش بتحبي البنجر، في ناس مش بتحب البنجر في المخلل او في الترشي، فانت ممكن ما تحطيش بنجر وتكتري الفلفل الاحمر، برضو هيديكوا لون حلو. بس انا بحب اللون اللي هو بتاع البنجر مع الفلفل الاحمر، بيدوا الاتنين لون كده حلو يعني، فهيعجبك باذن الله، فجربيه وان شاء الله هيعجبك. وبس. وبعد كده بعد ما تخلصي كله بتحطي بقى الميه بتاعته، هتحطيه في بطرمان كبير يكون بطرمان مغسول كويس ومتعقم على قد الترش بتاعك. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيته في البطرمان الكبير. وطبعا ايه الوصفه دي هتشيليها لشهر رمضان. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير في فيديو جديد.